مع اقتراب نهائية كأس إفريقيا تنكشف أمام الرأي العام اختلالات صارخة تهدد جدية تنظيم المخزن لها وتطرح تساؤلات منطقية حول المسؤولية والمساءلة. فبعد الأمطار الأخيرة ظهرت تسربات المياه داخل مدرجات الملاعب، أرضياتها متضررة وتعطل في مرافق أساسية، كلها مشاهد موثقة ومتداولة. وقد تتحول البطولة من فرصة قارية إلى مغامرة تنظيمية محفوفة بالمخاطر. بداية حملة تشويه كأس إفريقيا بتوقيت النظام الجزائري والتلفزيون العمومي والقنوات الجزائرية في مجملها بعد فشل الجزائر في الحصول على تنظيم كأس إفريقيا، لأنه الجزائر لا تتوفر على البنية التحتية اللازمة، لأنه البلد مزبلة كبرى، ولهذا الكاف أعطت تنظيم كأس إفريقيا 2025 هذه للمملكة المغربية. رقم قياسي في عدد يعني التذاكر التي تم اشتراؤها تجاوز الآن المليون، يعني هو رقم يعني حتى الكاف تقول بأنه الطبعة هذه اللي ستكون في المغرب ستكون طبعة تاريخية، يعني بحسب كل المؤشرات التاريخية في النجاح، لأن المغرب يتوفر على كل ما هو لازم لتنظيم كأس إفريقيا ناجحة، وكأس عالم في 2030 تكون ناجحة. لكن عقدة النظام الجزائري تبينت يعني الآن في الساعات الأخيرة مع التحضير لأمور بطبيعة الحال بمحاولة إرسال بعض المناصرين وغيرها لتشويه هذه الدورة. بل أنه التلفزيون الجزائري لما تكلم على تنقل المنتخب الوطني لم يذكر حتى البلد اللي يتنقل إليه. اسمعوا هذا التقرير. في أخبار الرياضة وفي كرة القدم، غادرت بعثة المنتخب الوطني أرض الوطن على متن طائرة خاصة تأهبا للمشاركة في كأس أفريقيا 2025. وغاب عن الرحلة اللاعب حسام عوض. كأس إفريقيا هذه راح تكون في غانا، في ترينيداد وتوباغو، في المريخ. لا نعرف حسب التلفزيون الجزائري المنتخب الوطني تنقل إلى لا ندري أين. معناتها غدا لو يقصى المنتخب الوطني في الدور الأول، أو لو تكون دورة فاشلة أو يعني كرويا، راح يتخبى وراء قضية الفشل في التنظيم وغيرها من الأمور. وحتى قبل ما تنطلق الدورة بدأت الحملة من أجل التشويه ومحاولة يعني القول بأنه هذه الدورة لن تنجح، وهذه الدورة فاشلة، وهذه الدورة فيها إشكاليات. يعني شوف العقدة تاع النظام، فشل في كل شيء، جعل الجزائر مزبله، البنيه التحتيه غائبه، صرفنا ملايير الدولارات على منشآت رياضيه اليوم هي في وضع كارثي دون اننا ننجح في تنظيم اي شيء، لأن صوره البلد كارثيه. والان حتى اعلاميا يضيف النظام الجزائري على هذا بالتهجم على الناس اللي راهي تنظم والناس اللي تحاول